السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغريدة مثيرة للجدل من برنامج أكشن مع وليد، شوفوها على الشاشة الآن. يقول فيها عبد الله فلاتة الإعلامي في برنامج أكشن مع وليد، يقول فيها: الفرق بين الأهلي والاتحاد شخصية المدرب. الأهلي مدربه يملك الشخصية، وبلان عبارة عن كومبارس يضيع وقت الاتحادين. يقصد المدرب لوران بلان. طيب ايش رايكم في كلام عبد الله فلاتة؟ مع انه وليد الفراج ما يأيده في هذا الكلام، يعني قال له الاتحاديه حبايبي، قالها بصريح العباره لو تروحوا لتسجيل البرنامج. انتوا ايش رايكم؟ يعني هل فعلا في فرق بين مدرب الاهلي ياسلا ومدرب الاتحاد بلان؟ بصراحه يعني، ام انه العناصر يفرقوا في الفريقين؟ يعني مثلا نجوم الاتحاد اقل جوده من نجوم الاهلي. هذه تساؤلات. يمكن يكون النجوم اللي في الاهلي اقوى صراحه من النجوم اللي في الاتحاد. الاتحاد يمكن يعاب عليهم كبر السن احتمال، زي فابينهو مثلا، زي كريم بنزيما، مع انه حاسم ويسجل ومسوي اللي عليه وزياده. فين المشكل في في الاتحاد؟ اكتبوها في التعليقات. وش هي قوه الاهلي اللي مساعد المدرب يبدع ويقنع الجمهور وغير الجمهور الاهلاوي حتى؟ يعني الكل الان يشيد بمستويات الاهلي. صحيح اليوم مباراة اليوم الشوط الأول كان يعني في تعثر وفي تخبط، لكن عدل الأوتار صراحة ياسله عكس لوران بلان. صحيح في طرد وفي مؤثرات، ولكن لا يمنع أنت كفريق كبير تحلم وتطمح أنك تأخذ النخبة، لابد أن تقارع وتحارب على كل الجبهات. تعليقاتكم في التعليقات، ونقول لكم مع السلامة.